تعرف إن أول فار في تاريخ المونديال كان سنة 1982 وكان بطلها منتخب عربي. أيوة، في مباراة فرنسا والكويت سنة 1982 سجلت فرنسا هدف رابع عن طريق ألان جيرس، لكن لاعبي الكويت وقفوا عن اللعب خالص قبل الهدف بلحظات. إنهم سمعوا صفارة جاية من المدرجات فافتكروا إن الحكم صفر وإن الماتش انتهى. المفاجأة إن الشيخ الفهد الأحمد الجابر الصباح نزل من المدرجات للملعب، وكان وقتها هو رئيس الاتحاد الكويتي، واعترض بشدة على الهدف. وبعد دقايق من الجدل والاحتجاجات قرر الحكم إنه يلغي الهدف. كان الحكم السوفيتي ميروسلوف ستوبر هو اللي خد القرار ده، وبالفعل كان قرار نادر جدا بإلغاء الهدف الرابع لفريق فرنسا، واللي كان بالفعل احتسبه. بعد استئناف اللعب سجلت فرنسا الهدف تاني، انتهي المباراة 4-1 بدل 5-1 لصالح فرنسا. عشان كده ناس كتير بتوصف الواقعة دي بأنها أول واقعة فار في تاريخ المونديال، لأن قرار الحكم اتغير بعد احتجاج ومراجعة الواقعة بشكل بدائي، رغم إن تقنية الفيديو ما ظهرتش نفسها إلا بعد أكتر من 30 سنة. الحكم نفسه تعرض لعقوبات بعد البطولة، وده بسبب الواقعة اللي حصلت، لأنها تعتبر أغرب وأشهر واقعة في المونديال، وده طبعا بالنسبة لقرارات التحكيم في تاريخ كأس العالم.